السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل أكلة إن شاء الله تعجبكم. لحمة مفرومة نص كيلو، توابل ملح وفلفل وشطة وبابريكا مدخنة، والرز وزيت، كيلو رز بالظبط، وجزر وفلفل وطماطم وبصل مبشور. هنا حطيت الآنية قطر 24 ساعة 6.5 لتر على البوتاجاز او جهاز النافجينيو المتوفر عندي، وظبطته على علامة اللحمة. هنا ليه؟ علشان ادي صدمة للحمة المفرومة، هي كانت فروزن، واشوحها كويس عشان تاخد الصدمة الحلوة وتبدأ يتغير لونها وتبقى ريحتها ان شاء الله جميلة وتفتح النفس. هي عشان فروزن فانا قلبتها على الوشين شوية شوية، فكت وهنشوف دلوقتي النتيجة. خلاص فكت ولونها اتغير وشربت ميتها، او هي تقريبا منزلتش مية. على فكرة انا ما حطيتش اي دهون، انا هنا بطبخ على دهون اللي بتخرج من اللحمة المفرومة. وحطيت التوابل، طبعا التوابل دي حسب ذوقك، التوابل اللي بتحبيها. البصل مفروم ناعم، كل ده اقلبه تقليبة. انا بحب اخلط الحاجات على مراحل مع بعض في الاكلة دي. بسلة تقريبا ربع كيلو بسلة، وكيلو رز، وطماطمتين، جزراية كبيرة، فلفلتين رومي او الوان الموجود، ونظبط الملح. هنا انا المفروض 4 كوبايات ونص او 5 رز، فانا لازم اقلل شوية السوائل لان الخضار هيطلع سوائل. فانا نزلت الرز بعد ما كان مغسول. وتعالوا نضيف السوائل. ممكن نقلل المية، مثلا لو 4 كوبايات رز نخليها 4 إلا ربع، 5 لو 5 رز يبقى 5 إلا ربع أو 4.5، لأن الخضار ده كله هيطلع برضو سوائل. أخلط المكونات مع بعض وهنزل بالمية. طبعا عندك شوربة، عندك اللي بيحبوا يحطوا مرقة الدجاج، الإضافات الزيادة دي كل واحد حسب ذوقه. وهنظبط غطا السوفت لاين على 3 دقايق تربو عشان أساعد الخضار كمان إنه يستوي، البسلة بالذات، وطبعا علشان فيها لحمة مفرومة. هي تقريبا شبه استوت، بس برضو 3 دقايق تربو كويسين جدا. اقدر استخدمها على البوتاجاز او مع جهاز النافجينيو، وهظبط 3 تربو بخانة الاوتوماتيك. هنا مسحت فريم الحلة او الآنية وبغطي بغطا السوفت لاين، وهظبط 3 دقايق بخانة التربو. طبعا جهاز النافجينيو هقدر هو يتولى عني تظبيط درجة الحرارة، لكن انا موجودة فاستخدمته المرة دي على البوتاجاز. وهنا قدرت اتابع عن طريق الابليكيشن في الموبايل علشان اشوف وانا مشغولة اقدر اتابع عن طريق موبايلي حلتي. وهنا خلاص الوقت عدى وهفتح واشوف النتيجة. بسم الله بسم الله ما شاء الله، ريحتها كانت جميلة جدا قبل ما افتح كمان، وكل حاجة مستوية السوى المثالي، وطعمها جميل جدا. وبالهنا والشفا للجميع، وهنغرف ونشوف النتيجة. ايه رأيكم في الطبق الجميل السهل ده؟ كل